لو داخل على امتحانات آخر السنة الفاينل، فهقول طريقة لأي حد لسه عنده مادة أو جزء كبير من المادة حاسس إنه مش عارف يبدأ أصلا. هي حركة كده خداع للعقل حبتين، ولكن أنا مجربها كام سنة كده وظابطة. سواء بقى مادة أنت مش طايقها وعايز تعدي فيها، أو مادة أنت عايز تجيب فيها درجة كويسة لو قدامك وقت. فبكل بساطة إن أنت الجزء أو المادة اللي عليك بتقرأها، او بتقرا الجزء اللي انت عايز تذاكره باختصار كده. تقرا، خلصت تقراها روح نام، اصحى عيد بقى مذاكره اللي انت لسه قراته ونمت ده. هيدخلك في شعور ممكن تبقى مريت بيه، خاصة ممكن في خلال الثانوية بعد الإعدادية أو ممكن في الكلية. وهو إن بكل بساطة تفتح كده الدرس ويجيلك احساس انا حاسس ان انا شفت الحاجات دي قبل كده. واخد بالك احنا هنا بنستغل النسيان بتاعك، اللي هو انت لو ذاكرت حاجه بتصحى تاني يوم تحس انك مش فاكر اي حاجه في الامتحان. فاحنا نستغل ده بقى في حته انك تثبت بقى المعلومات، او يكون عندك وجهه نظر كويسه. فبكل بساطه بتستغل الجزء ده على اساس انك اصلا انت مش فاكر ايه اللي انت ذاكرته بالظبط، ولكن وقت ما انت بتفتح المادة بيجي لك الشعور انا الحاجات دي شفتها قبل كده. فاظن انت فاهم الفرق ما بين انك انت يكون عندك شعور انا الحاجات دي حاسس ان انا شفتها قبل كده فتبدأ، والفرق بين انك انت تفتح وما يكونش عندك اي فكرة عن اللي انت بتحاول تذاكره. في التانية بتقف، في الأولى بتتحرك. فدي أنا حركة كنت بستغلها، ويعني ممكن اكتشفتها كده بالصدفة في خلال مسيرتي التعليمية. ولكن ظبطت معايا سواء بقى مادة صعبة أو مادة سهلة عليها دش كتير، أو وبرضه سواء عايز تعدل المادة أو عايز تجيب درجات كويسة في المادة في وقت قليل بتمشي. بمعنى إنك أنت لو مثلا نفرض المادة قدامها أسبوع، ممكن تجزها كل شوية تقرأ شوية وتنام، حتى لو هتنام ساعتين وتصحى تذاكرها تاني والأمور هتمشي معاك. وانا هنا بتكلم على اساس تجربتي انا، والموضوع يعني فاهم بستغل عيوبي. واظن يعني الحاجات اللي احنا اللي انا بتكلم فيها دي بشوفها كتير صراحه، اللي هو حسيت ان عند الكل اللي هو فكره تبقى بتذاكر قبل الامتحان، تروح الامتحان مش فاكر حاجه، رغم انك انت لو انت آه، نفس لو كان عندك وقت انك بعد ما قرأت وذاكرت وعملت الفترة اللي كان قبل ونمت شوية وعدت تاني، هنا بقى بتعمل حاجة اسمها تفعيل حتى الذاكرة الطويلة المدى. عموما بس كده.